ازيكم عاملين ايه؟ والله احنا بنقدم فن يا جماعة. احنا اتهنا وعندنا استعداد نقعد 15 يوم من غير اجر. وسيادة المستشار عارف الكلام ده كويس. طبعا ده مش كلامي، ده كلام بيومي فؤاد النجم المصري المشهور الهلاس بتاع المسرحيات. هو فنان، هو حرفيا فنان بس مضحك قوي. حتى في تصريحاته بيجيب اجوان في مرمى كتير قوي. انت بص يا محترم عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. الممثلين عموما او الفنانين بتوع مصر بيمثلوا نفسهم، ما بيضحكونا. مادة خام للسخرية حتى في تصريحاتهم، فاهم؟ شبهه شبه زميله اللي اقرع برضه. هما الاتنين ملهمش اي تاتين لازمة في الوجود، بس عادي يعني، فاهم؟ هما دول صفوة المجتمع واللي بيتكلموا على لسان المصريين. نصيبنا وقدرنا بقى احنا كشباب، كناس بتفهم، يكون لنا عناصر زي ديت في حياتنا. الناس بتسمعها وبيفتكروا ان كل المصريين نفس التفكير، بس للاسف احنا مش كده. لان احنا لو جينا نبص في المجال نفسه هنلاقي شخصيتين محترمين ثلاثه اللي هيتعرض صورهم كده: محمد سلام واحمد مكي وويجز. ناس محترمه يعني، ناس رجاله لها مواقف بتتكلم عنها، ناس دمها حامي دمها حر، مش فارقه معاها فلوس قد ما فارقه معاها كرامتها. ما هو انت بص، يا تعيشها زي محمد سلام واحمد مكي والرجاله الجدعه دي، يا تعيشها زي بيومي فؤاد هلاس دماغك فاضيه، بتفكر في الترند والفيوهات والقرشين اللي هيدوم لك المستشار بعد ما تخلص العرض. ما انت ضحكت وضحكت شعبه. عادي، مش مهم الناس اللي بتتذبح وبتموت هناك دي، اللي وصل 10,000 و25,000 جريح مصاب، ده مش فارق معاه. عارف لما الكرة تبقى في ملعبه هتلاقي أول واحد بيستخبى وبيجري في بحره، عادي جدا. لأن أنا شاب مصري يعني، عندي دم عندي كرامة، وبمثل مجموعة من الشباب أو تفكير مجموعة من الشباب. قلت أما أطلع أقول كلمتين يمكن يوصلوا للبعيد الأعمى ويفهم إن هو يعني انت بيومه فؤاد، فاهم؟ بيومه فؤاد جدا يعني. فما تجيبش سيرة الراجل، وحتى عارف لو الراجل انت اللي طردته من المسرحية فهو اشرف منك وارجل منك برضه بالنسبة لنا على الاقل، فاهم؟ وبجد شكرا انك انت عملت معاه موقف زي ده، لان هو ما كانش هيقبل ان هو يقدم حاجة زي دي واخواته بيموتوا هناك. اما انت تقبل عادي، اهم حاجة الدرات عجبتك، الكبسة حلوة،